متابعي قناة سيدة المنزل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك غير 100 دينار سيدتي، ديري أحلى سلطة بطاطا. مرحش كلفك أكثر من هذا المبلغ. نجيبوا حبات من البطاطا، حوالي كيلوغرام من البطاطا، نقشروهم وننقوهم ونقطعوهم على شكل مكعبات ونطيبهم يا إما على البخار أو إنكم تسلقوهم. هذا الطبق سهل التحضير، يوجد في وقت قياسي ولذيذ جدا وغير مكلف، يعني من غير طماطم كونسنتري، من غير هريسة، من غير زيتون، من غير أي شيء، يعني إلا إذا حبيتوا تضيفوا وحدكم. نأكد لكم بلي هذا الطبق من شدة البساطة تاعو واللذة نتاعو ما راح تبطلوا انكم تقدموه. انا راح نطيبها على البخار، ونديرلها شوية ملح نتحداكم انه هذا الطبق يفوت 100 دينار. ترحموا لي على والدي إذا وصلتوا لهذه المرحلة من المتابعة. ما تنسوش تديروا لي الجام، واللي عجبوا المحتوى ما تنساش انه يشترك في القناة، بارطاجوا مع احبابكم باش توصل لناس اخرين. هنا يا راهي ما حكمتليش، يعني جست 20 دقيقة طابت لي. احنا نبدا نحضر معاكم التشويحة نتاع هذه السلطة الرائعة. جبت هنا مقلاة وحليت على النار، خليتها ضعيفة، وصبيت كمية من الزيت المائدة على حسب يعني مقدار البطاطا اللي تكونوا درتوه، ونبدأ نصب التوابل اللي عندي. على فكرة السلطة هذه سلطة من المطبخ الهندي رائعة جدا. جبت حبات من الكمون، يكون حب يعني ما يكونش مرحي، هكذا يكون منقي من قبل، راح يعطي واحد البنة روعة لهذه السلطة. والكركم حوالي نصف ملعقة صغيرة من الكركم، نصف ملعقة من الكزبرة والكروية أو راس الحانوت. وهنا ديروا لي ملعقة مملوءة، ملعقة قهوة من البابريكا الحلوة باش تعطينا هاك اللون الأحمر، وشوية من الملح، يعني ما نزودوش لأنه حاطينها في البطاطا. يتقلوا عندي شوي، يعني جست ثواني ما يفوتوش دقيقة. نحط عليهم البطاطا اللي كنت طيبتها على البخار، وندخل يعني تجانس معايا هذا الخليط من التوابل. كما شفتوا ما ضفتش أي نوع من الحار أو هريسة، لكن أكد لكم باللي طعمها خيال ورائع جدا، وتقدروا تضيفوا العديد من الإضافات، لكن أكد لكم أنا حبيت نربح التحدي معاكم. 100 دينار يعني ما تتكلفش. أضفت لها هنا شوية من الطماطم طازجة، شوية فلفل. المطبخ الهندي ما يديروش الطماطم والفلفل، جيست كما قدمتها، يعني ما فيهاش ولا نوع من الخضار سوى البطاطا فقط. أنا راح نضيف لها لمسة وشوية من زيت الزيتون. طبق شهي، نتمنى يعجبكم، ونتمنى تقولوا لي وش ندير لكم وصفات سهلة واقتصادية. ترحموا لي على والدي في الكومنتار، ما تنسونيش من صالح دعائكم. يعني شفتوا طبق سريع جدا وسهل جدا ومكونات بسيطة جدا، حصلنا عليه الطعم ما نحكي لكمش، حتى تجربوا بأنفسكم. بالصحة والراحة والعافية، إلى اللقاء أحبائي.